اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على عينيكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. يا رب يا رب يا رب يعودوا علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى العالم كله بالخير يا رب والسعاده يا رب يا رب، اللهم امين. النهارده هنعمل الكنافه بالمانجا، اللي هي رمضان ما ينفعش يعدي من غير ما تعملي كنافه بالمانجا، حقيقي ما ينفعش، ما يبقاش رمضان يا جماعه. انا جبت هنا نص كيلو كنافه، حطيته في الفريزر لحد ما اتجمد كده زي ما انتم شايفين. طلعته فركته كده وهو مجمد بايدي، ما حطيتوش في كبه ولا حاجه. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بصوا. هجيب هنا كوبايه معلقتين سكر بودر، بس هما معلقتين يعني حلوين. وهبدا هنا افرك برضو، اكمل فرك الكنافه بقلب بالسكر. السكر ليه بقى؟ السكر ده بيدي الكنافة شكل، بيديها اللون الأحمر، يعني بيساعد إن لونها يبقى أحمر ذهبي كده بزيادة. فهمني اللي هو إيه، بسرعة ما تاخدش معاكي كمان وقت كتير. جبت هنا كوباية زبدة وحطيت الكوباية كلها. في ناس بتحط نص كوباية على نص كيلو، دي حاجة براحتك. فردتها في الصينية، وحطيتها في الفرن، وبدأت كل شوية أقلب فيها على درجة حرارة 180 لحد ما وصلت إيه زي ما انتوا شايفينها كده. سبتها تبرد خالص، وبعدين حطيتها في البولة الخضراء دي. ودي بقى مانجا كنت انا مفرزاها عندي في الفريزر، طلعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين، حطيتها في المصفى عشان لو في اي حاجه تتصفى منها او كده. وكان عندي كريم شانتيه هشتغل بيه، بس هو الكريم شانتيه ده مش هيكفي، هنعمل تاني مع بعض. المهم يلا بينا ايه نشوف هنبدأ ازاي. انا جبت هنا معلقتين العسل دول من العسل اللي انا بشتغل بيه، بسقي بيه بقى الكنافه، بسقي بيه مثلا القطايف. العسل التقيل مش العسل الخفيف بتاع البسبوسه، لا ده العسل التقيل. هعمل ايه هنا؟ هقلب، حطيت بس معلقتين اتنين، بس معلقتين يعني عارفين بس يدوا طعم. لان الكريم شانتيه عندي انا مش حاطه له سكر، فهي تبقى الكنافه تبقى مسكره شويه، تبقى السكر بتاعها مظبوط يعني، فاهميني. قلبت العسل بالكنافه وكويس قوي. وبعدين جبت هنا بقى العلب دي اللي احنا بنروح نشتريها يا جماعه من عند الحلوانيه، من عند اللي هم الحلوانيه، محلات الحلوانيه دي. العلبه دي معرفش، ما والله في ناس بتقول لي ب50 وفي ناس بتقول لي ب45 وفي ناس بتقول لي يعني، بس هي عامه كده كده برضو تكلفه يعني عشان بس نكون ايه صادقين مع بعض. بس احنا هنعملها في البيت، آه على ايدنا نضيفه، حاجتنا احنا عارفينها حاطين ايه. المهم جيت هنا حطيت في ارضيه العلبه، حطيت رق كريم شانتيه، وهحط فوقيه رق كنافه. بصوا خلوا بالكم، انا ما بدكش الكنافه او ما بدبش عليها قوي، او ما يعني ايه مش بدوس عليها قوي، عشان لا، ده انا يا دوب بس تبطيطه بسيطه كده عشان تبقى كلها بس مستويه بس. لكن اوعي تدوسي قوي على الكنافه لحسن ما الشربات وتبقى ناشفه معاكي، والكريم شانتيه ما يطريهاش طول ما هي مكبوته ولا مكبوسه كده في بعضها. مش هتلاقيها طريه كده وانتي بتاكليها كده ومقرمشه، يعني طريه ومقرمشه، فاهميني. المهم يعني ايه تبطيطه بسيطه كده. حطيت انا رق الكريم شانتيه، حطيت عليه كمان رق الكنافه. ليه حطيت رق كريم شانتيه تحت؟ عشان يطري لي الكنافه، عشان الكنافه لما تبقى بين رقين كريم شانتيه الكنافه نفسها تبقى معاكي طريه زي ما اتفقنا كده ومقرمشه، ما تبقاش ايه ناشفه. بعد ما عملت رق الكنافه هحط كمان ايه رق بقى كريم شانتيه اهو. كريم شانتيه ده انا حطيت عليه مانجا بيوريه، انا عصراها من غير ما احط عليها ميه. حطيت كده عليها وضربتها كده شويه بيه عشان الكريمه نفسها تبقى فيها كمان طعم المانجا، فاهميني اهو. بصوا ما شاء الله بقى ايه رق كريمه ورق كنافه. هنا بقى هجيب الكنافه اسمها ايه دي، المانجا. وهبدا بقى اوزع كده المانجا. انا هعمل بس يعني طبقه واحده بس، مش هعمل طبقتين كنافه، لان اولا العلبه دي من اللي هي الصغيره، اللي هي الارتفاع بتاعها مش عالي. هي بتاخد بس يا دوب طبقه واحده بس، مش بتاخد طبقتين كنافه. تاخد طبقه كريمه، طبقه كنافه، طبقه كريمه، طبقه مانجا. ماشي اهو. هبدا كده اوزع كده المانجا. وطبعا يعني ايه انت عامله لبيتك، فايه يعني بيقولوا ايه، خلي ايدك ايه سخيه شويه يعني ما تستخسريش. المهم ايه خلصت العلبه الاولانيه، احنا لسه هنشتغل فيها تاني، بس هخلص بس العلب كده الاول معاكم. برضو حطيت طبقه الكريمه هنا، وهاخد هنا برضو طبقه الكنافه اهي. وابدا بصي بوزع كده، يعني وزعي عشان يبقى كله تبقى الطبقه كلها ارتفاع واحد، يعني ايه ما تبقاش حته عاليه حته واطيه الكلام ده كله. اللهم صل على سيدنا محمد، اسفه.
وزعت هنا طبقه الكنافه اهي، طبقه الكنافه برضو. بصوا هبططها، بصوا انا بطبطب عليها يا جماعه، مش ببططها يعني. بصوا اهي، حاجات بس بسيطه خالص، بطبطب بس كده، طبطبه بسيطه كده عليها. هحط كمان رق بقى الكريم شانتيه اهو. ادي طبقه الكريم شانتيه التانية. احنا اتفقنا ان احنا بنحط طبقه كريم شانتيه، وبنحط طبقه كنافه، وبعدين طبقه كريم شانتيه. اسويها. هسويها ليه؟ انا ممكن احط الكنافه على طول، انا بسويها بس عشان يبقى ايه. مش عارفه يا جماعه والله انا بسويها ليه، ما عادي يعني. كنت ممكن ما اسويهاش على فكره، واحط الكنافه على المانجا على كده على طول. بس برضو عارفين انا بحب قوي الشغل يطلع كده ايه، مظبوط يعني. المهم فاضيه فاضيه بقى، هتعملوا ايه؟ المهم رحت حاطه كمان الطبقه ايه، رحت حاطه كمان طبقه، ما شاء الله شايفين اللهم بارك الطبقه قد ايه اللي انا بحطها، طبقه المانجا. عايزه اقول لكم لو انا الطبقه دي انا مقللاها، انا ممكن كنت اعمل مثلا 5 أو 6 من العلب دي بطبقه المانجا. بس ما شاء الله انا حاطه طبقه كبيره يعني، حاطه طبقه تقيله ما شاء الله اهي. ادي العلبه التانية. العلبه التالتة طبعا زي ما قلت لكم كريم شانتيه ما كفاش، فعملت كريم شانتيه. المهم خلصت 4 علب بالمانجا. هنعمل كمان علبة بقى بالايه، بالنوتيلا. إن هنعمل ايه، كنافة بالنوتيلا. طبعا دي برضو عشق ناس كتير قوي، ناس كتير قوي بيعشقوها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. انا جبت هنا نوتيلا، سيحتها يا دوب، بس فكيتها كده بمعلقتين زيت زي ما انتوا شفتوا كده. هاخد بقى هاخد كمان حتة كريم شانتيه كده حلوة كويسة، واحط عليها شوية نوتيلا، واقلب الكريم شانتيه بالنوتيلا، لان انا عايزة طعم الكريمة يبقى واخد بالظبط زي يبقى طعم النوتيلا. ماشي. ماشي تمام زي الفل. لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، اعملي اشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس، ما تنسيش اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو، وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. جبت العلبه ونفس الطريقه اللي انا عملتها ونفس الخطوات، عملت طبقه كريم شانتيه، حطيت عليها كمان، بحط عليها طبقه بقى الكنافه. كانت دي اخر طبقه على فكره بشتغل فيها. يعني ما شاء الله النص كيلو ده عمل معايا ال5 علب دول ما شاء الله. بصوا يعني يعتبر ان انا مثلا حاطه 100 جرام في كل علبه، فاهميني اهو. اظبطه برده كده واطبطب كده عليها بالراحه، بحيث انها ايه، بحيث انها ما تتدكش معايا، وتبقى مقفله في قلب بعضها، ماسكه في قلب بعضها كده. هنا بقى كان باقي ايه حبه صغيرين، فحطيتهم. قلت ايه مش هينفعوا يعني عارفين مش هيجوا في كب يعني، فاهميني، فهحطهم بقى وخلاص. عملت ادي طبقه الكنافه. هحط بقى كمان عليها طبقه حلوه كده من ايه، من الكريم شانتيه بقى اهو. يبقى ايه، يبقى يبقى طبقه كريم شانتيه، طبقه كنافه، طبقه كمان كريم شانتيه حلوه اهي. وهبدأ هنا كده ايه، دي بقى انا لازم تسويها. ليه لازم تسويها؟ عشان هنحط النوتيلا، ولازم النوتيلا تتحط على طبقة الكريمة وهي متسوية على الاخر. لكن ممكن ما تسويش اللي هي بالمانجا، لان المانجا كده كده مش محتاجة ان هي ايه تبقى متسوية يعني، فاهميني. يعني مش زي النوتيلا. هاخد هنا كمية حلوة كده من النوتيلا، وابدأ كده اوزعها. بصوا اهي. وعايزه اقول لكم طبعا ان العلب دي يا جماعه، او الكنافه دي لما تعمليها ما تاكليهاش في نفس اليوم، تاكليها تاني يوم، عشان تكون بقى خلاص الكنافه نفسها شربت من كل حاجه في قلب العلبه، فاهميني. شربت بقى من الكريم شانتيه، وشربت بقى من الصوص اللي انت حطاه، صوص المانجا كمان، وشربت من المانجا نفسها كده يعني، فاهميني. اكيد فاهميني، انا عارفه انتوا فاهميني. المهم هنا ايه، خلصت النوتيلا طبعا، وزعتها كويس. هجيب هنا كام واحده كريسبي كبيره كده بني، هحطها كده عليها. ابدا بقى ايه ازين بقى العلب اللي احنا اشتغلناها. هحط كده كام واحده. وهنا ما كانش عندي، بيني وبينكم ما كانش عندي بندق، عندي عين جمل، فبقيت اكسر عين الجمل كده واحطه كده عليها. لكن طبعا عندك بندق حطي بندق، لان البندق يعني النوتيلا يعني بندق يا جماعه. لكن برضو عين الجمل بيدي طعم حلو قوي على فكره يعني. المهم ايه، كسرت كده كام واحده كده وحطيتها. وهنا بقى هجيب النوتيلا وابدا ايه، بس اعمل خطوط على الكريسبي اللي انا حاطاه ده، البني ده اهو. بصوا بس يدي ايه، يدي منظر كده للايه، كانك بالظبط والله العظيم احلى ما تكوني جايباها من بره، والله العظيم بجد بامانه يعني. انا بشوف اللي بتتباع بره شكلها ايه. المهم ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. اخلص كده اللي في ايدي دي. هنا بس بعمل خطوط كده بسيطة اهي، رفيعة بس كده، عشان تيجي على الكريسبي، ويبقى شكله هو هتبان على الكريسبي يعني، ما تقلقوش. اهي انا كده خلصتها. بصوا ما شاء الله، بصوا منظرها.
كده انا خلصت دي. تعالوا بقى نجيب ايه، نجيب العلب التانية عشان نبقى نشتغل فيها. عندي بقى جبت بقى كريم شانتيه، حطيت فيه التب تب بقى، تحطي بقى اي تب يعجبك. تب بقى اللي هي البيتي فور، او تب اي حاجة تانية مثلا هيديكي منظر كويس. بدأت هنا اعمل كام روزيتا كده في كل علبة، يعني بالشكل ده اهو، وهخلصهم كده كلهم اهو. يعني انا شفت ان الشكل ده رقيق وبسيط، وفي نفس الوقت هي ايه، هيدي منظر حلو قوي كمان ما شاء الله للعلبة، اللهم بارك اهو. تمام. ادي كانت اخر بقى حتة كريم شانتيه كده، اخلصها برضو اهي. وتعالوا بقى ايه هنحط عليه ايه بقى هنا، هنخلص بس الروزيتا دي. يلا بس كده يلا. هجيب عندي بقى انا هنا ايه، وعندي بقى فستق كداب اهو. بصوا، كلنا على فكره بنعمل فستق الكداب يا جماعه، هبقى اعمله لكم ان شاء الله في فيديو باذن الله. هاخد بقى شويه فستق حلوين كده، وابدا كده على الروزيتات نفسها واحط كده عليها. شكله كان رهيب، شكل الفستق طبعا بلونه مع الكريم شانتيه تحفه، اللهم بارك. طبعا يا رب الفيديو يكون عجبك وكل استفدتي منه. كل سنه وانتم طيبين. واشوفكم ان شاء الله على خير وسعاده وسلامه، ومع السلامه.